السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة بيت سمية. إذا كنتم جدد أهلا وسهلا، وإذا كنتم من المشاركين فشكرا لكم على دعمكم. سأشارككم اليوم وصفة المطلوع بدقيق أو بالزرع، كل منطقة واش يقولوا له. هذا الزرع اللي نخدموا به الكسرة والخبز حنا في أضرار. فلننطلق على بركة الله طريقة التحضير. هنايا بالنسبة للكيلة درت دايما الكيلة نتوما تحكموا فيها، يا تزيدو يا تنقصوا. هيا عندنا كيما هنايا، عندنا هنا الكيلة الاولى من الزرع او القمح، نديروا لها مغرفة خميرة والملح هذا ما كان. هيا ونعجنوا بالماء من السبالة والماء الفاتر. هاي الكيلة الثانية. وكما قلت لكم دائما العبار نتوما تحكموا، يا تزيدو يا تنقصوا. كيما انا درت كيما 4 حبات، يعني هاد الكونتيتي اللي درتها درت لي 4 حبات. هيا نعجنو عادي كيما مدارين نعجنو. قلنا عندنا غير الخميرة والملح هذا ما كان. هيا نعجنو العجينة نتاعنا ونخلوها تخمر. هنا ما تنساوش برك ديروا شويه الزيت، حاولوا كاع زعما تبسوها بالزيت. هيا عجنو وخلوها تخمر. هنا بعد ما خمرت لنا الخمرة الاولى، هنا في هذه المرحلة نزيدو مغرفة نتاع الصانود ومغرفة نتاع حبة الحلوى، يعني الزرارع. نتوما هنا تحكموا في الزرارع اللي بغيتو تضيفوهم ضيفوهم. انا اكتفيت الصراحه لا بهادو 2. وبالنسبه لحبه الحلوى باش تطلق لك الريحه في المطلوع، حاولي تحكيها شوي بين يديك كما موضح في الفيديو. هاي حبه حلوى نتاعنا، اكيد من بعد ما تنقيها وكاع. وكاين اللي شغل بدل ما يديرهم كيما هكا غير يطبخهم في الماء. ايا ويديرهم زعما ماهم يستخدم فقط الماء نتاعهم، يطبخهم في الماء السخون زعما يتقالبوا مليح مليح يولي يعجن بداك الماء، وثاني ما شاء الله تجي الريحه زعما في واللي معكازة دير كيما ندير انا. هي ما علينا. ياكل تبقى على كل واحد وطريقة طياب وطريقة الطريقة اللي تساعدو اللي يبغيها. هي هنا فقط كي تكوني تحاولي تكسري الخمور نتاعها، ديري يديك في الماء، بلي يديك في الماء وهبطيه. هيا نخلوها هنا تخمر المرة الزوجة. هيا ونرجع معاك. ايوا هاي هنا من بعد ما خمرت نحول الصاشي نتاعنا عليها، واللي عنده دوك الكيسان يستخدمهم. هاي هنا نحول سبحان. هيا نشان هنا بعد ما نحينا الساشي وكاع، كاين اللي عنده دوك الخطانيشه البلاستيك يستخدموا بلا ما تضحكوا عليا. درت الساشي برك كيما درنا في المرحله الاولى، باللي يديك وحاولي تكسري الخمر. هيا ومن بعد نشان تجيبي الطبق نتاعك ولا الصينيه ولا الطبسي ولا اللي عندك، رشي فيه شويه من داك الدقيق. كيما قلنا انا هنا تعمدت اني ما ندخل لا فرينه لا سمن. كيما اللي عنده الزرع غير شويه يحاول زعما ينجم يبسس المطلوعه نتاعو في الفرينه ولا في السميد ولا في الشعير. عايش كي تجي كي من هكا جاري، وصدقوني والله غير يجي خفيف ما شاء الله. وان شاء الله تجربوا الطريقه وتردوا عليا. انا هنا الصراحه ساحت ليا بزاف، لانه ما كنتش ضاربه حساب كيسمو زعما بلي بزاف الحال سخون. قعدت زرا هي يلاه زيد في الماء زيد في الماء، بصح الحمد لله كنت شويه تحكمت فيها ان شاء الله. وانتي كمبتدئه زعما ما حاولي ما تجريش بزاف، زعما بحال ما اول مره تجربيه ولا حاولي تديري شويه قاصح باش هكا ما يغبنكش وقت الهز. هي ما علينا. هي الكويره الثانيه نديرها معاكم. وكما قلت لكم هاد الكونتيتي اللي درتها انا خرجت لي 4 حبات نتاع المطلوع. ها هي ثاني الحبه الثالثه. ايا وندخلوهم في الكوشه نتاعنا يطيبوا. الا عندك نتاع الغاز شعلي من التحت، اذا خلاها تحمى زين زين عاد دخلي مطلوعتك.
أستغفر الله عفوًا إلا عندك تاع التريسينتي، وإلا عندك نتاع الغاز شعّلي من الفوق ومن التحت حاسّو النار تكون ماهي ضعيفة بزاف ماهي متوسطة شوية قاوية ماذا بيك. أيا هاي الكوّرة الرابعة نتاعنا، وكيما قلت لك تبقى على كل واحد وطريقة الطياب نتاعو. أيوا ها هما من بعد ما طابو نتلاقاو إن شاء الله في الصحن التقديم. ها هما المطلعات نتاعنا نتاع الريجيم، خفاف هشاش يا ودي ما شاء الله قاع ما كيش تاكلي الخبز، وصدقيني والله العظيم جربيها وردي عليا. شوفوا ما شاء الله. وإلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية الفيديو. نتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وخفيفة ظريفة. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصحابكم وأحبابكم، وفي أمان الله، على أمل الالتقاء في فيديو جديد إن شاء الله من وصفات بيت سمية، وفي رعاية الله وحفظه.